لما تبقي صاحية من النوم ومظبطة ومرتبة ان انت هتعملي حاجات معينة خلال اليوم، وفجأة تلاقي كل حاجة اتلخبطت بصراحة. اتعكننت والفيديو ده اتلخبط معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة. زي ما سمعتم كده كل حاجة في الفيديو كانت ماشية زي الفل، لغاية ما وصلت كده لمرحلة معينة في الفيديو وكل حاجة اتلخبطت. خليكي معايا بقى، ايه، تابعي كده الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجه يا بنات، ايه، صحيت ورق العنب ده كنت مفرزاه من السنه اللي فاتت. بصوا ما شاء الله، دي يا بنات انجح طريقه لورق العنب. ان شاء الله كده هفرزها معاكم تاني لحبايب قلبي الجداد اللي موجودين معايا، اللي ما شافوش طريقه التفريز. دي بصراحة من أنجح الطرق لتفريز ورق العنب، وعلى فكرة هو موجود دلوقتي في السوق كتير جدا ما شاء الله. فلو انت هتفرزي بقى يبقى يا دوب كده ايه اللي انت تجيبي وتفرزي قبل ايه ما يمشي. خلاص، هنا حطيت ميه يا بنات مغليه، يا دوب كده عصرت فيها ليمون وغطست فيها ورق العنب وهو مجمد، ما سبتوش لما فك. وبعد كده حطيته في مصفى وفتحت عليه الحنفية كده مية كده جارية. بصوا الورقة ما شاء الله، ولا مهرية ولا متقطعة، وايه زي الفل، كأنه لسه فريش. شطفته بقى كده يا بنات، نزلت عليه مية كده وحطيته في مصفى يتصفى. جبت طاسة على النار وحطيت كده ايه سمنة، وحطيت دي مش ليا يا بنات، ده منديل، عارفين المنديل؟ حتة كده يعني، قصقصت بقى حتة كده على السمنة. هعمل الخلطة بتاعت المحشي النهاردة. مش هعمل المحشي بالزيت، انا عاملاه بالسمنة بالمنديل ده. عايزه اقول لكم الطعم بجد تحفه، الطعم حكايه. انتوا عارفين اللي انا بحب انوع في الاكل، يعني ساعات تلاقوني اعمل المحشي ني في ني، ساعات اعمل له تسبيكه، ولكن الاساسي معايا اللي انا بحب احط حته الليه. ولكن النهارده حطيت يا بنات المنديل ده على السمنه، ومش هحط زيت. نزلت بالبصل اللي انا فرماه، وحطيت معلقتين صلصه كده بيور، ده بيعزز اللون بتاعت خلطه المحشي. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت كزبره، حطيت كمون. هو انا ما حطيتش، انا لسه هحط، تمام، لسه هحط الحاجات دي لما الطماطم ايه تتسبك. هي متسبكه اصلا الطماطم دي، انا مفرزاها. طلعت كيسين كده وابتديت انزلها. الطماطم دي مفرزاها ومتسبكه، يا دوب كده ايه مش هتاخد غلوتين وهتلاقوها ايه اتظبطت خلاص. انا بعد ما حطيت البصل حطيت رشه فلفل اسود. تمام، تعالوا بقى ايه، حطيت هنا بقى فلفل اسود تاني، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت كزبره. انا بحط الحاجات دي يا بنات على الصلصه، وبرجع احطها تاني على الرز. بصوا هنا بحط بابريكا، لقيتها خلصت، قعدت بصوا احل في البرطمان. المهم حطيت بقى شويه بابريكا، احط شويه شطه. عايزه اقول لكم بقى الريحه بجد بتبقى حلوه جدا، والخلطه دي بجد حلوه قوي. بس يا بنات هسيبها كده تغلي غلوتين وخلاص هطفي عليها. هي اصلا بصوا عشان الطماطم متسبكه فما خدتش وقت خالص. هركنها بقى على جنب كده علشان تبرد. على ما تبرد بقى يا بنات كنت طالبه فراخ، فبتاع الفراخ جابها لي بقى. قلت بقى ايه اغسلها. تمام. انا ما كنتش جايبه يعني اليوم واحد، انا قلت ايه شويه الحاجات دول يكملوا معايا لاخر الشهر، زي ما احنا طبعا متعودين. مش كل يوم هناكلوا فراخ، مش كل يوم هناكلوا لحمه. اكيد احنا كلنا بنقضيها يوم ويوم، يومين ويوم. يعني يوم اعملي فراخ، يوم كشري مصري، يوم خضار من غير لحمه، عادي كله بيمشي يا جماعه. المهم هنا كنت طالبه فراخ وطالبه جوانح وطالبه وراك. الفيديو ده يا بنات انا كنت مصوراه من يومين. الفراخ كانت ب 74 جنيه كيلو. تمام. بس الجوانح بقى والوراك بصراحة مش متذكرة. فالمهم بقى هغسل الكلام ده كده زي الفل كده، هغسلها بمية الأول واشيل المادة اللزجة اللي فيها، وبعد كده ايه هغير المية، وهحط بقى دقيق واحط ملح واحط جنزبيل، وهبتدي ادعك الفراخ بتاعتي والجوانح والوراك، وعصرت ليمون كمان، وهبتدي بقى ايه ادعك كل الكلام ده كده بالشكل ده. خلاص. عايزه اقول لكم الطريقه دي طبعا مش هتلاقي بقى ايه زفاره خالص في الفراخ. وطبعا الجوانح مسكت بقى الجوانح، شلت الضفر بتاعها، اللي هي البوزه اللي طالعه اسمها البوزه اللي طالعه في الجناح ده، قصيتها كده بالمقص عشان دي بتزفر الطعم.
تمام. حطيت بقى شويه ملح تاني وادعكي بقى، بصوا من بره ومن جوه وما بين اللحمه وبين الجلد، وبقت الفراخ عندي زي الفل. هغير بقى عليها الميه وهسيبها تتنقع تاني في نفس المحلول. خلاص هرجع لها تاني يا بنات طبعا، وبعد كده هحطها في مصفى. هنا يا بنات ايه تتبيله الفراخ؟ بصل مفروم وطماطم مفرومة وملح وفلفل وبهارات فراخ. انا هنا مش مكترة البهارات خالص، ملح وفلفل وبهارات فراخ ومعلقة هريسة الشطة، وطبعا ايه البصلاية، وهحط هنا ايه معلقتين خل ومعلقة صويا صوص. وبعد كده همسك بقى البصل مع الخلطة الجميلة دي، بصوا ريحتها حلوة جدا. همسك بقى ايه ادعك الطماطم مع البصل مع البهارات اللي انا حطيتها، وهبتدي اتبل بيها الفراخ بتاعتي. طبعا انا ما عملتش الفراخ كلها يا بنات، يا دوب كده طلعت ايه فرخة ونص كده على قد الغدا، والباقي بقى فرزته في الفريزر لايام تانية. خلاص، والجوانح برضو هعملها برضو في يوم تاني، فيبقى في حاجات كده ايه في التلاجة اطلع واعمل على طول. المهم مسكت بقى ايه التتبيله دي وقعدت اتبل بقى بين اللحم وبين الجلد والفراخ من جوه، وتبلتها وحركنها بقى شويه. هعملها بقى ايه؟ مش هعملها، انا كنت هعملها بطريقه حلوه جدا، ولكن للاسف بقى ما هو ده اللي عكنني. هقول لكم دلوقتي. هنا يا بنات كنت جايبه كوسه، ما كنتش جايبه كتير، كنت جايبه كيلو بس. فغسلتها بقى كويس قوي كده برضو بميه وخل، وكنت جايبه فلفل كوبي، وطبعا ورق العنب خلاص سلقته، وهبتدي انضف الكوسه اهو، وحكيتها كده من بره بالشكل ده. حطي بقى لايك للفيديو، ما تسرحيش مع الفيديو، واكتبي لي كومنت حلو كده يدعمني ويشجعني. واهلا وسهلا بكل حد جديد نورني في القناه، ولو انت جديده معايا انزلي اكتبي لي كومنت كده اثبتي وجودك بيه، ولفي لفه كده على الفيديوهات وان شاء الله تستفادي منها. كده خلاص عملت الكوسه وعملت الفلفل. تعالوا بقى يا بنات نعمل بقيه الخلطه. هنا الرز ده رز مصري، ده حوالي كيلو كده، غسلته كويس قوي و صفيته في المصفى. مهم جدا ان الرز ما يبقاش فيه ميه. هنزل عليه بقى بالتسبيكه، عايزه اقول لكم ان ريحتها بجد تحفه، وبصوا لونها. هنا بقى عندي الخضره، شبت بقدونس كزبره، غسلهم كويس قوي بميه وخل، وقطعتهم كده ايه حبه صغيره، حتت صغيره، حبه صغيره. ماشي، قطعتهم بقى كده قطع، ونفس البهارات اللي انا حطيتها على الصلصه وهي على النار هحطها بقى دلوقتي، اللي هي كمون وكزبره وملح، فلفل اسود، شطه، بابريكا، والبابريكا عندي خلصت، ابقوا فكروني اجيب. عندي بجد شويه بهارات كده خلصوا من عندي، بجد عايزه اكتب ورقه كده، وان شاء الله لما انزل اجيبهم. قلبت الخلطه بتاعتي بقى كده خلاص بقت جاهزه للحشو. تمام. بس تعالوا بقى ايه لما اقول لكم ايه اللي عكنني بجد، يعني الفيديو اتشقلب. عارفين انا صاحيه عايزه اعمل فيديو معين، وعايزه اعمل وصفه اكل معينه، وعارفين انتوا ترتيب كده، ولكن بجد يعني انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. انا بنات قلت النهارده المحشي مش هسويه على البوتاجاز من فوق، المحشي انا هعمله كده في الفرن، وهحط كده الفرخه ما بين عندي كده. هوريكم انا دلوقتي كل حاجه على الطبيعه. المهم ان انا كنت عايزه بقى الفراخ، طبعا التتبيله القمر دي هتبقى حلوه في الفرن، وكنت عايزه اعمل الورق العنب طاجن في الفرن، وكنت عايزه الكوسه برضو هعملها كده مع الفراخ في صينيه واحده كده في الفرن بطريقه معينه، ولكن للاسف بقى كانت العكننه. جيت اولع الفرن يا بنات، لقيت الفرن، عارفين انتوا عندي بلت ان، فباجي اضغط كده على الزرار اللي هو بتاع الاشعال الذاتي، فالفرن بيولع عادي من تحت، ولكن مجرد ما بشيل ايدي بلاقيه اتطفى، ما بيلقطش ابدا. فاهمين؟ بس فحاولت وطلعت الشبكه وطلعت الصاجه وي احاول ابدا، عكنانه بقى. عارفين اللي انا بقى خلاص تبلت الفراخ وحشيت المحشي وهحطه بقى في الفرن، ويبقى الموضوع سهل جدا. بس وكانت العكننه، يعني بصوا عايزه اقول لكم بجد ان في حاجات غريبه كده بتحصل. الاجهزه عندي في البيت يعني استغفر الله العظيم يا رب بتبوظ ورا بعضها. اول حاجه كان بصوا هنا الصينيه اهي،
كنت محضراها وحاطه فيها الحشو بتاع الكوسه، القلب الكوسه. وعندي دي يا بنات كنت هحط الفرخه فيها، متخيلينها؟ بس وكنت بقى ايه هرص المحشي كده حوالين الفرخه، وكنت هدخلها في الفرن. فكل حاجه اتشقلبت بقى. فقلت بقى خلاص مفيش فايده، فهسوي بقى الاكل ايه من فوق. طب والفراخ اللي انا تبلتها دي هسلقها والله بالتتبيله القمر دي اللي المفروض كانت تتشوى كده ايه مع المحشي في الفرن. ولكن ايه، كل شيء نصيب بقى. المهم يا بنات كنت بقول لكم بجد إيه، عندي الديب فريزر عندي باظ، ما بقاش يتلج يعني. وغسالة الاطباق فجأة كده برضو وقفت. بصوا كنت مطلعه الطاجن هنا عشان ورق العنب، شلته بقى خلاص، هسويه من فوق. بس وغسالة الاطباق عندي برضو حصل فيها مشكلة. والغسالة اللي هي الفوق اوتوماتيك اللي هي في الحمام مش اللي في المطبخ، برضو دي باظت. فبجد استغفر الله العظيم. وبعد كده لقيت بقى الفرن تمام، بس انا طبعا الحمد لله صلحت الديب فريزر، لاني طبعا ما اقدرش استغنى عنه. والغساله غساله الاطباق اتصلحت برضو، ما اقدرش استغنى عنها. في بقى يا بنات ايه الغساله اللي في الحمام لسه ان شاء الله كده ايه هنصلحها قريب يعني. والجديد بقى الفرن، فاهمين؟ فما اعرفش بصراحه، الاجهزه كلها ضربت كده مره واحده. يلا قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله بجد، الحمد لله انها بتيجي في الحاجات دي، الحمد لله. المهم بقى يا بنات بصوا التتبيله بقى حطيتها بقى ايه على البوتاجاز من فوق. حطيت بقى يعني بطريقه العاديه، حطيت ميه غليت، حطيت بصل وورق لورا وملح وفلفل. ما رضيتش ازود الملح بقى كتير عشان الفراخ متبله بملح وصويا صوص بيبقى حادق. بس وسبت بقى الفراخ تستوي على النار. وهنا رصيت بقى ورق العنب، حطيته كده في الحلة بعد ما كنت هحطه في الطاجن. وخرطت ليمون كده على الوش. بصوا طبعا الصلصة طالعة لونها أحمر علشان أنا كنت متبلة الفراخ بطماطم وكده، فعطشة لون. بس عايزة أقول لكم والله العظيم يعني آه الشوربة بجد طلعت حلوة قوي وريحتها حلوة. وكمان انا عملت بيها المحشي بجد والله طالع طعمه مختلف، طعمه حلو جدا. علشان الشوربة فيها تتبيلة كده معينة، فالطعم كان مختلف بصراحة. ايه ما لقيتيش كبشة يعني اكبر من دي؟ بصوا دي اللي لقيتها قدامي. يلا بالمج بقى كده ايه عشان نخلص. حطيت هنا بنات شوربة صفيتها طبعا عشان فيها التتبيلة بتاعت الفراخ. وهنا هحط بقى ايه الشوربة على ورق العنب. ما تزوديش بقى الشوربة بتاعتك على ورق العنب، يا دوب كده الصف الاخير. الشوربة كده تكون ايه نص الصف الاخير، يعني ما تغطوهوش. تمام، التسوية معاكي هتبقى حلوة جدا. يا دوب كده يتشرب يعني يغلي غلوتين كده، وهوطي عليه واحط الشياطة وهيكمل التسوية بتاعته. تمام، هنا خلاص طلعت الفراخ بقى من الشوربة. و هحمرها بقى، هحمرها كده ايه من فوق على البوتاجاز في شوية زيت كده حلوين، وهحمرها خلاص. مع اني انا فاتني بصراحة، انا كان ممكن يعني ادهن الفراخ كده صلصة او كاتشب او حاجة، واولع عليها الشواية. انا الشواية عندي شغالة، يعني البوتاجاز من فوق بيولع لكن من تحت لا. ولكن فاتني بصراحة فرحت محمراها. بصوا والله كنت بكمل الفيديو ده وانا متعكننة والله العظيم. بس يلا ايه قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. الحمد لله انها بتيجي في الحاجات دي. بس يا بنات المهم بقى ايه، طلعت الفراخ اهي، هحط عليها بقى شوية ملح وفلفل اسود كده وهي سخنة. هنا يا بنات كنت عايزه اعمل بقى سلطه زبادي طبعا عشان ورق العنب. جه ابني بقى مستعجل عايز يروح الدرس. يا ابني طب سلطه الزبادي، قال لي لا لا مش مشكله، حطي لي بس ايه اتغدى. فعملت له بقى الطبق بتاعه، وهيقعد بقى الف هنا يا رب على قلبه، هيقعد ايه يتغدى. خلاص تعالوا بقى احنا ايه نعمل سلطه الزبادي. ورق عنب يعني سلطه الزبادي. هنا كنت جايبه كده خيارايه كده بشرتها، وعندي 2 زبادي نزلت بيهم كده في البوله. ليها كذا طريقة طبعا، تقدري تصفي الزبادي، تقدري تعصري الخيار. ولكن انا ولا بعصر ولا حاجة، انا على طول كده ايه علبتين الزبادي في البولة. وما بتاخدش طبعا بهارات ولا حاجة، هما كده ايه رشة ملح وفصين توم، تقدري تستغني عنهم وتحطي توم باودر وشطة. خلاص يبقى ملح، فص توم كده مهروس او فصين توم،
وشطة، وهابتدي إيه أرُبّهم كده، وهانزل بالخيارة اللي أنا بشرتها، بس كده. عايزة أقول لكم إن دي بُصّوا كلوها أكل كده من حلاوتها. سلطة الزبادي من الحاجات الحلوة أوي كده، من المقبلات الحلوة اللي بتبقى مع ورق العنب. بس كده، كده خلصت خلاص. هاحط بقى إيه رشة كده زيت زيتون أو زيت عادي، أنا ما كانش عندي زيت زيتون، حطيت كده معلقة زيت عادي خالص، وبقت زي الفل عندي جاهزة. هنا طبعًا كالعادة ما كانش في حد موجود، فقُلت يالّا أنا إيه هاحط بقى طبق ليّا وأتغدى، خلاص. بس فعايزة أقول لكم بقى الطبق اللي أنا باحضّره ده كان ليّا أهو. طبعًا لو كان كلّه موجود كنت هاجيب بقى الصينية الكبيرة وأقلب الحلة كلّها، ولكن أنا قُلت إيه أحط كده على قدّي. حطيت كده شوية، وبعد كده هاحط بقى إيه، هاحط بقى كوسة بقى وفلفل، باحب الفلفل جدًا. وبعد كده هاحط بقى إيه الورك الفرخة بقى بتاعي، أنا باحب الورك على فكرة مش الصدر. بس ده يا بنات إيه كان الغدا بتاعي، وطبعًا سلطة الزبادي، واتفضلوا معايا بقى. عايزة أقول لكم بجد الأكل كان طعمه حلو أوي، ولكن هو كان طعمه هيبقى أحلى لو كنت عملته في الفرن، ولكن اللي حصل حصل بقى. يالّا المرة الجاية إن شاء الله باعمل لكم فيديو تاني باللي أنا كنت عايزة أعمله بقى، تمام؟ بس فيالّا بقى كفاية، طب كفاية. بُصّوا الكوسة برضه مستوية، برضه ها، مستوية، والرز كده مش معجِّن فيها، لإني طبعًا اللي بيعجِّن الرز اللي أنتِ بتزوّدي الشوربة بتاعته، تمام. ولكن أنا كنت حاطة الشوربة مضبوط، وكانت زي الفل. اتغديت بقى الحمد لله، ويالّا بينا ندخل على الحلو. الحلو بقى طبعًا بعد وقفتي في المطبخ والعكننة اللي أنا اتعكننتها، ف طبعًا ما كانش ينفع إن أنا أقف أعمل حاجة حلوة، فالمهم كنا طالبين كنافة. خلاص بقى اتغديت بقى واخدت shower وكده، ويالّا بقى إيه ناكله إيه الكنافة. كنت حاطاها في التلاجة، ففي حد من الولاد إيه قال لي: "يا ماما كنت باعمل تيست كده أشوف الطعم إيه." المهم ألف هنا يعني. بس المهم الكنافة دي بنات بالمانجا وبالنوتيلا وباللوتس وكذا نوع كده مع بعض. بس فقُلت بقى إيه أعمل لهم كده أطباق. استنوا بس أنا أدوق الأول، أنتم عارفين إن أنا باعشق المانجا بجد. يعني بُصّوا حطّوا لي أي فاكهة، لأ هي المانجا بصراحة. بس هنا أهو يالّا. وده الفيديو بتاع النهارده، أتمنى إن هو يكون عجبكم. لو عجبِك الفيديو لايك واشتراك في القناة، لو مش مشتركة فعّلي الجرس للكل علشان يوصل لِك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.